أنا مؤمن إن كل قرار استثماري ناجح بيبدأ من معلومة صح مش حظ، وبيبدأ من شغف حقيقي مش صدفة. كل خطوة بمشيها معاك مش عشان أزقك تشتري، لكن عشان ما ناخد قرار إنك تشتري تبقى عارف بتشتري ليه وفين وإمتى، وده ما بيجيش من فراغ. خليني اقول لك ببساطه كده المستويات اللي انا بشتغل عليها عشان انميها عندي، عشان لما نيجي ناخد قرار نبقى متاكدين انه باذن ربنا ده قرار صح. اولا نبقى فاهم البلد اللي بشتغل فيها بتاريخها وانجازاتها، عشان اللي بيفهم اللي فات بيقدر يقرا اللي جاي. وانه يبقى عندي خبره حقيقيه في مجالي، مجال العقارات، بكل تفاصيله وقوانينه وقواعده. واخيرا ابقى فاهم يعني ايه استثمار، وامتى احط فلوسي وامتى اسحبها، وامتى ادخل المشروع في الوقت المناسب عشان اكسب منه واقلل نسبه المغامره. وبناء عليه انا كل يوم الصبح عندي واجب ان انا بصحى اشوف البلد رايحه على فين، المشاريع ايه الجديد، بتتحرك ازاي، واربط الكلام ده بالمعطيات بتاعه الناس اللي معايا، عشان كل واحد فيهم ياخد قرار شبهه مش شبه السوق، ويشتري عقار يناسبه مش العقار الترندي اللي في السوق. مش بدور لك على شقه، انا بدور لك على خطوه تضيف بيها لمستقبلك.